ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ واخيرا الخبر اللي طال انتظاره، ادراجها مستر كومبات على باينانس. الناس اللي وقفت الشغل على البوت فاتها كتير جدا، خاصه الناس اللي انسحبت الفتره الاخيره، ده غير طبعا الناس اللي انسحبت في الحمله اللي انا اتكلمت عليها. نفسي افهم هم فين دلوقتي بعد ادراجها مستر على باينانس. وطبعا ده كان خبر مفرح لنا كلنا، لان دخول باينانس للعمله ده حاجه كبيره جدا. اي نعم منصه بايبت واوجو اكس من المنصات الكبيره برضه اللي اعلنت ادراجها مستر عندها، لكن برضه مش نفس كبر باينانس، لان باينانس اكبر منصه عملات رقميه في العالم كله، فمعنى انه يستضيف اي عمله في دي حاجه كبيره جدا، خاصه ان محدش كان متوقع ان هامستر هيندرج عليه، وده اللي ان شاء الله يخلي العمله لها قيمه وسعرها كبير. فانا النهارده ان شاء الله جايب لكم كذا مصدر يتوقع سعر العمله التقريبي. لكن قبل ما نبدا الفيديو عايزك تنورني في جروب التليجرام عشان بينزل عليه اخر الاخبار اول باول قبل اليوتيوب كمان، وبنزل عليه الشفرات والكومبوات بتاعت البوتات كلها، وبننزل عليه برضه البوتات اللي قربت تندرج واللي مش مشهوره كمان. وهتلاقي اليوزر نيم برضه بتاع الحساب الشخصي برضه على تليجرام، لو عوزت اي حاجه خش كلمني وانا لو اقدر اساعدك مش هتاخر عليك في اي حاجه. وطبعا اللايك والاشتراك هنا برضه في اليوتيوب بيدعمني جدا ان انا استمر في نشر المحتوى. والنهارده ان شاء الله هتكلم عن 5 مصادر اتوقعت سعر هامستر. زي ما انتوا شايفين هامستر افتتحت الكلام بمثل امريكي فيما معناه هنعمل لك اللي انت عايزه. وطبعا ده عشان الفتره اللي فاتت لما هامستر اندمج على بايبت واوكي اكس الناس بدات تتكلم عن هامستر كتير جدا، وكانها ما فرحتش باوكي اكس او بايبت رغم ان كل المنصات كويسه بصراحه. لكن زي ما قلنا دخول هامستر العمله بيقويها وبيعمل لها شأن. وطبعا برضه باينانس نزلت بمنشور على اكس تاكد كلام هامستر بادراج هامستر على المنصه عندها، وبعد طبعا المنشورين دول المنصات بقى طلعت تتكلم عن سعر العمله وتاثير هامستر عليها. لكن قبل ما اوريكم اي حاجه خليكم عارفين ان دي توقعات، ساعات بتسيب وساعات بتخيب. دي بتبقى توقعات على حسب التوتال سبلاي بتاع العمله اللي باينانس برضه اعلن عنه وهو كان 100 مليار، لكن اللي اتطرح وهينزل في سوق 64 مليار بس، ما ينفعش ينزل 100 مليار مره واحده. وبرضه نزلت الناس اللي حابه تعمل ستيك للعمله هينزل 3 مليار عمله ستيك. وطبعا التوتال سبلاي اللي هينزل التوق وتوتال سبلاي كلي وعملات الستيك وبدايه الستيك كلها قدامكم على الشاشه، وده من باينانس. طب دلوقتي خلاص عرفنا التوتال سبلاي بتاع العمله، هل العملات هياخدها زي ما هي ولا هيتم حرق اصفار؟ هو بنسبه 100% هيتم حرق اصفار، لان عدد لاعبين هامستر 155 مليون، وبعد ما انسحب منهم شويه بقوا 89 مليون، واكيد العدد زاد تاني، يعني ممكن يوصل 100 مليون كمان او 120 مليون. ففكره مثلا ان حد زي حالتي مثلا معاه 7 مليار بريفت بير اور، هل اخدهم زي ما هم؟ اعتقد لا، اصل لو اخدهم زي ما هم كده هيخلوا سعر العمله 0.0 كتيره جدا، وده طبعا مش متوقع خالص. انا حتى المصادر اللي هعرضها لكم النهارده برضه مش متوقعه سعر العمله بالمنظر ده، فاعتقد ان شاء الله يتم حرق اصفار. خلينا بقى نبدا باول منصتين اللي هم اهم منصتين اللي لسه ما نزلوش السعر. اول منصه وهي بتتوقع سعر العمله بنسبه كبيره جدا صح هي منصه كوين ماركت كاب، لكن لسه ما نزلتش سعر العمله، واول ما تنزلها باذن الله هبعت لكم على التليجرام بسعر العمله اللي هي متوقعه، من اكتر المنصات اللي بتتوقع سعر العمله صح. وطبعا برضو التوقع المبدئي لباينانس لسه برضو ما نزلش، فنخش على ثالث منصه على طول وهي منصه كوين تشيك اب، منصه من المنصات الكبيره برضو اللي بتتوقع سعر العمله صح. وزي ما انتم شايفين على الشاشه متوقعين سعر عمله هامستر اول سنه بعد الادراج، وزي ما انتم شايفين كاتبين اول شهر العمله هتنزل ب 0.4256، وبعد 3 شهور العمله هتعلى ل 0.4483، وبعد 6 شهور العمله هتقل وهتنزل ل 0.3635، وبعد اول سنه هتثبت على الرقم ده تقريبا، لكن هتقل عنه حاجات بسيطه جدا يعني. لكن هنا ما تكلموش ان اصلا هيتم حرق اصفار ولا لا، لكن بالمنظر ده كده هيتم حرق اصفار بنسبه كبيره جدا. فاحنا ممكن نعمل حسبه دلوقتي في حاله تم حرق اصفار بالنسبه لتوقع كوين تشيك اب. يعني فلنفترض ان انا معايا 7 مليون وشلت من 7 مليون دول 4 اصفار، كده هيبقوا 700. لو ضربتهم في سعر العمله المتوقع لكوين تشيك اب المبدئي في اول شهر اللي هو 0.4256 هيطلع لك 297 دولار وشويه، يعني نقول 300 دولار، وده برضه سعر معقول شويه، لان في ناس كانت متخيله ممكن تكسر 1000 وال 2000 و 3000 دولار، لكن طبعا الامر ده صعب جدا. فانت لو عايز تحسب مكسبك بالنسبه لموقع كوين تشيك اب هتحذف من البريف بالاور بتاعك 4 اصفار، يعني مثلا لو معاك 4 مليون هيبقوا 400 وتضربهم في السعر اللي قدامك على الشاشه، وده سعر متوقع شويه. لكن اكيد كلنا نتمنى ان بدل ما يحذف 4 اصفار يحذف 3 اصفار بس، ساعتها كلنا هيبقى معانا مبلغ كبير جدا، يعني بدل ما يكون معايا 200 دولار هيبقى معايا حوالي 2000 دولار، وده شيء طبعا جميل جدا. فكلنا ندعي نتوقع في كوين تشيك اب يطلع صح. الموقع التاني اللي معانا هو موقع كوين كودكس، لكن الموقع ده مش موثوق شويه، ومتوقع سعر العمله زي ما انتم شايفين على الشاشه 0.108021، وده طبعا بعيد بنسبه بسيطه عن كوين تشيك اب ب 2 من 10، لكن هو ممكن يكون متوقع ان هو هيحذف العمله 3 اصفار بس. فلو ضربت 0.1 اللي هو سعر العمله الموجود قدامك دلوقتي على الشاشه في 7 مليون هنشيل منها 3 اصفار تبقى 7000، هيطلع معاك 700 دولار، وده طبعا مبلغ كويس برضه. لكن برضه التوقع بتاع كوين ديكس مش ادق حاجه. فنخش دلوقتي في المنصه الخامسه والاخيره. زي ما انتم شايفين منصه كوكوين برضه
برضه من المنصات الموثوقه جدا، وبرضه ساعات بتتوقع سعر العمله صح. والتداول برضه بدأ على المنصه دي بالنسبه لهامستر، اللي هو التداول المبدئي. هوريكم شويه كده. فزي ما انتم شايفين على الشاشه، اعلى سعر العمله وصل له 0.0721 في السوق المبدئي، لكن هم متعاملين ان هم حرقوا صفرين بس من العمله. يعني مثلا لو معايا 7 مليون هشيل منهم صفرين هيبقى معايا 70,000، هضربهم في 0.07 هيطلع بالظبط $490، وده برضه رقم كويس. الفكره بس في المنصات دي كلها ان هم مش عارفين هامستر هتحذف كام صفر من العمله بتاعتها، ومحدش يعرف التوقع ده خالص. فعشان ولا تلف ورا تدور حته حرق الاصفار دي محدش يعرفها بالظبط غير هامستر، هي اللي هتقول بقى يتم حرق كام صفر ولا العمله هتتوزع ازاي. حتى برضه المنصات الكبيره ما تقدرش تتوقع حرق الاصفار بتاع هامستر. يعني مثلا بدل ما تلاقي نفسك كسبان $700 هتلاقي نفسك مثلا كسبان $7,000، ممكن تلاقي نفسك كسبان $70. فحته حرق الاصفار دي بالذات برضه هي اللي فيها جدل كبير يعني لحد النهارده، واي حد يطلع يتوقعها عارف اللي هو هباد. لكن اكيد نتمنى سعر هامستر يكون عالي ويرضينا كلنا، لان احنا تعبنا في البوت ده جدا، قاعدين فيه فوق ال 70 يوم. فيا ريت هامستر برضه تقدر كده. وبالنسبه بقى لو نزل توقع صح بنسبه 100% هننزلها عندنا في قناه التليجرام، ما تنساش تكون منضم فيها. لكن التوقع 100% ده هيبقى من منصات كبيره شبه بايبيت واوكي اكس وباينانس، مش من مواقع خفيفه بتتوقع يعني. فعشان كده لازم تكون منضم في قناه التليجرام بتاعتها، هتلاقي الرابط بتاعها تحت في الديسكربشن. ولو عوزت اي حاجه شخصيه مني ما تتكسفش وخش كلمني على التليجرام، انا برد على كل الناس. وزي ما قلت لكم اللي اقدر اساعده اساعده، مش هتاخر عليه بحاجه. فبس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنساش برضو زي ما قلت لك تعمل لايك وسبسكرايب عشان يجيلك كل جديد مننا. واشوفكم على خير الفيديو القادم.